كنت عايزه المع الموبيليا بتاعت البيت، وطبعا شفت البي ووكس ده محطوط على النت والسوشيال ميديا عامل ضجه كبيره جدا. حبيت وجالي الفضول ان انا اعرف مكوناته ايه وعرفتها، والحمد لله بفضل الله عملته في البيت يا بنات، وطلع احلى واجمل بكتير جدا من كمان بتاع الشركات اللي طلعت ترند الايام دي. وعايزه اقول لك نتيجته تحفه التحفه، معالج للخشب، وعايزه اقول لك ملمع قوي جدا، وكمان بيعالج العيوب اللي موجوده عندك والخدوش اللي موجوده في الخشب. مش بس كده، ده استعمالها كتيرة جدا وهحكي لك عليها دلوقتي كلها جوه الفيديو، وطريقته بقى مفيش اسهل من كده. حاجة كده تحفة وهتعمليها اقتصادي جدا. اللهم بارك. انا طبعا عملت المكونات اللي جبتها النهارده ما كلفتنيش، عايزه اقول لك نص التمن ولا نص ولا ربع التمن ولا تمن كمان. ده انا عايزه اقول لك تكلفته حاجه لا تذكر كده، هقول لك عليها دلوقتي، بس خليكي معايا لاخر الفيديو. حطي اللايك واعملي شير للفيديو، ولو عجبتك القناه يلا اشتركي معايا وكوني واحده من عيلتنا الجميله. تعالي بقى ست الكل واقول لك الاول على استعمالاته ايه هي. وزي حضرتك شايفه كده، دي فعلا النتيجه اللي بتطلع منه بجد تحفه، سواء للجلد سواء للاخشاب سواء للرخام سواء لكل حاجه عايزه تلمعيها في البيت. اللهم بارك يا بنات، تحفه جدا. وعايزه اقول لك بس هو مش بيلمع بس، لا ده بيعالج كمان الخدوش اللي موجوده جوه الخشب، وكمان بيلمع لي رخام حلو جدا وبيديله لمعه لفتره طويله قوي هو والخشب. كمان ما بيتركش معاكي اثار للاتربه بعد فتره طويله جدا جدا لغايه ما ترجعي تاني تلمعيه تاني. اللهم بارك يا بنات. حتى الاتربه ما تجيش تقف على الخشب بتاعك وقتي كده ولا بعد شويه ولا لا لا، مفيش الكلام ده. فتره طويله جدا لما تحسي فعلا انك عايزه تلمعيه تاني. بالعربي كده الموبيليا بتاعتك هترجع جديده من اول وجديد. سمي الله وصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دلوقتي هجيب كده ست الكل بوله صغيره زي ما حضرتك شايفه كده، وهحط فيها اول مكون عندي الا وهو الفازلين. ودي مكونات البي ووكس يا جماعه، اللي احنا او الملمع اللي احنا هنعمله النهارده في البيت، اللي طالع ترندي قوي الايام ديت، وعايزه اقول لك ليه ضجه كبيره جدا على السوشيال ميديا. طبعا العلبه اللي حضرتك شايفاها ديت ب 20 جنيه. يعني بصي اول منتج اهو، او اول مكون عندنا النهارده الا هو الفازلين. الفازلين موجود عند العطار. كل المكونات اللي بقول لك عليها النهارده هتلاقيها عند اي عطار، بس العطار اللي هو عنده كل حاجه. في عطارين ما بيبقاش عندهم يعني كل المكونات اللي انت بتحتاجيها. بتروحي عند عطار كده ما شاء الله ليه اسمه، بتدخلي عنده بتجيبي الحاجات اللي بقولك عليها دي. وما شاء الله يا بنات، عايزه اقولك بصي والله العظيم اول مره افضل ورا منتج كده لغايه ما اجيب مكوناته، والحمد لله بفضل الله طلعت هي نفس النتيجه بالظبط. عايزه اقولك احلى كمان. تمام. وهقولك على العيوب اللي قابلتني والمشاكل اللي قابلتني وانا بعمله. جبت العلبه دي. العلبه دي عباره بالظبط كده عن حوالي 100 جرام من الفازلين. تمام. فرغتها كده في البوله. البوله ديت المفروض ان انا هعمل لها حمام مائي. تمام. الحمام المائي دوت بتحطيها طبعا في طبق زي ما حضرتك شايفه كده او اي بوله عندك، وهدخلها تاني على حاجه فيها ميه. وده اول مكون احنا حطيناه. تاني مكون يا ست الكل عندي زيت البرافين. زيت البرافين برضو موجود عند العطار، ممكن تحطي بداله برضو زيت النعناع. اي زيت عطري موجود هتحطيه، بس هو افضل حاجة للاخشاب والرخام والجلد هو زيت البرافين. احط معلقتين صغيرين من معالق الشاي زي ما حضرتك شايفة كده على الكمية اللي بقولك عليها دي. ال 100 جرام بتاعت الفازلين حطيت معلقتين شاي صغيرة عليها معلقتين من زيت البرافين. ممكن استبدله بزيت عطري زيت النعناع، بس هو الافضل زي ما قلت لك زيت البرافين. جبت بقى المكون الثالث والاساسي النهارده في تلميع وعايزه اقول لك علاج الخدوش وتغذيه للخشب، اللي هو ايه؟ شمع العسل. المكعب ده بنات بيتباع ب10 جنيه بس عند العطار. انت متخيله ده ب10 جنيه؟ يعني مثلا قولي ال10 جنيه ديت بتاعت ما خدتهاش كلها كمان، ده انا هاخد نص المكعب اللي حضرتك شايفاه ده. يعني نص بالظبط كده هيعمل لك مرتين كمان. تمام. والعلبه اللي بعملها لك النهارده دي هتكفيكي كتير جدا في الموبيليا بتاعتك. لو عندك موبيليا الدنيا بصي هتكفيكي ويفوت كمان. تمام. خدت نص المكعب كده زي ما حضرتك شايفه، وقطعته بالسكينه عشان انا طبعا مش هينفع ابشره، هيلزق في المبشره والكلام من ده، فانا قطعته بالسكينه اسهل لي. وهو سلس زي ما انت شايفه كده بيتقطع بسهوله. هاخد معايا كمان النص المكعب ده هشيله على جنب. لو حبيت ان انا ازود شمع العسل هحط حته كمان، وده اللي انا عملته وانا شغاله على النار، بحطه يعني بسيحه على النار. هاخد المكونات ديت على حمام مائي زي ما حضرتك شايفه كده،
حطيت البوله في الحله زي ما حضرتك شايفه كده. شوفي انت بقى هتعمليه في انهي، عندك ممكن في الميكروويف، عندك بتدخليه برده لغايه اما المكونات دي كلها تسيح على بعضها وتقلبيها على بعضها وكله يمتزج مع بعضه، اللي هو الفازلين، زيت البرافين، وشمع العسل. دول بنات موجودين عند العطار واسعارهم رخيصه جدا. زي ما قلت لك الفازلين 20 جنيه العلبه ديت، وزيت البرافين العلبه دي الازازه دي كلها على بعضها كده برضو ب20 جنيه، وعندك شمع العسل المكعب ده ب10 جنيه، يعني كلهم على بعض 50 جنيه. نضفتي الموبيليا بتاعتك كلها ب50 جنيه. روحي بقى اشتري العبوه بتاعت كده البي ووكس اللي هي موجوده في الترند بقى والفيس والسوشيال ميديا وقلب الدنيا وكله، وشوفي سعرها كام. مش عايزه اقول لك انا ما وصلتش حتى لتمن ثمنها. تمام. قلبي بقى المكونات دي كلها زي ما حضرتك شايفه كده. انا بوريكي خطوه بخطوه عشان ما تقوليش انا شلت حاجه ولا حطيت حاجه. وزي ما حضرتك شايفه كده، حسيت ان الكميه بتاعت شمع العسل شويه يعني حبه شويه، حطيت عليها كمان ربع المكعب، يبقى انا خدت هنا ايه، حطيت هنا ايه، مكعب الا ربع كده من شمع العسل. ليه حبيت ازود تغذيه للخشبه كده وانا بنضفها وبلمعها وبغذيها كمان؟ لان انت لما بتلمعي بيه يا بنات والله العظيم هتدعي لي على المكونات دي، ما شاء الله بتجيب نتيجه تحفه. ده غير ان هي امنه جدا طبعا، ما بتسيبش خدوش، والتلميع تحفه قوي. وسلام بقى على رخام الجلاكسي الاسود اللي الناس كتير بتشتكي من لمعته، ده بقى تحفه تحفه يا بنات في الرخام اللي هو الاسود ده. عندك بقى ست الكل للجلود، لو عندك مثلا اي حاجه الانتريه بتاع الجلد، او مثلا عندك شنط جلد عايزه تلمعيها، اي حاجه جلد. انا عايزه اقول لك للاحذيه عزكم الله برضو بتلمعي بيه. يعني بصي شغال معاكي لكل حاجه. انا بقول لك على الاستعمالات واحنا شغالين في الفيديو عشان خاطر، او شغالين في الوصفه عشان خاطر تعرفي كل الاستعمالات بتاعتها. يعني احذيه هتلمعي بيها، الجلود هتلمعي بيها، الاخشاب هتلمعي بيه. وعايزه اقول لك هو مش بيلمع بس زي ما قلت لك، لا ده بيحافظ كمان على نوع الخشب، بيعالج لي الشقوق اللي موجوده في الخشب، بيحافظ لي قوي على الرخام لفتره طويله. عايزه اقول لك ممكن اسبوع او اكتر بتحسي اللمعه بتاعته موجوده في الرخام بتاعك. يعني ما شاء الله بالظبط كده زيه زي الجاهز بالظبط. بصي طبعا كل المكونات زي ما حضرتك شايفه كده بتسيح. وعندك شمع العسل عشان بياخد وقت شويه، فطبعا انا مستمره في التقليب عشان خاطر يسيح معايا بسرعه. الكلام ده ما خدش 10 دقايق بالظبط على النار، ما كملش كمان. اول ما يسيح معايا شمع العسل خلاص كده هرفع كل الكلام ده من على النار، وهبدا اعبيه معايا في اي علبه موجوده عندك. طبعا العلبه بتاعت الفازلين اللي انا فضيتها عبيت المكونات فيها تاني وفضل منها شويه، هوريهم لك. ده اللي انا كنت بتعامل بيه في اول الفيديو لما حضرتك شفتيني وانا بعبيه. يا بنات الكميه تحفه تحفه تحفه. يعني انت بتعملي كميه بسيطه صغيره، عايزه اقول لك تكلفتها بسيطه، بس حاجه كده تحفه وبيور قوي وجميله قوي، مكونات طبيعيه وما شاء الله جميله جدا لتغذيه الخشب وتلميعه والرخام وتلميعه. واللهم بارك لاي حاجه انت عايزه تلمعيها، بخلاف طبعا الزجاج، يعني ما ينفعش نيجي بيه ناحيه الزجاج تماما. تمام. هنحطه كده في العلبه تاني اللي انا اللي كنت مفضياها من الفازلين. دي علبه الفازلين اللي انا كنت مفضياها، فضل منها شويه اللي حضرتك شايفاهم في الطبق دول، ودولت اللي انا خدتهم واستعملتهم وانا واقفه كده لمعت بيهم شويه حاجات حلوين قوي عندي في البيت. والله مبارك الكميه فاضت مني وما شاء الله. بصي هو هنا كان سايب لان انا كنت لسه مسيحاه على النار. هوريكي شكله دلوقتي بعد ما خلاص جمد كده، بس انا ايه دخلته في التلاجة عشان اخلص الفيديو. بس انا انصحك برضو ما تحطوش في التلاجة تماما، هو كده كده بره هينشف معاكي وهيرجع يتجمد معاكي تاني، هياخد الين شويه من شمع العسل، لان الفازلين طبعا بيطري وكمان معاه زيت البرافين بيطريه شويه، فهتحسي ان هو قطره شويه كتير من المكعب بتاع شمع العسل. تمام. ده شكله بعد ما خلصناه. بصي بقى بعد ما نشف خلاص كده، ده كان بره في درجه حراره المطبخ. بصي طري جدا وما شاء الله يا بنات، عايزه اقول لك زيه زي التاني بالظبط، والله العظيم ما تفرقي بينه وبين التاني. حطي بقى ومسحي الخشب بتاعك ومسحي الدنيا اللي عندك كلها، وتعالي بعد كده وادعي لي وقولي لي الله يبارك لك على المنتج اللي احنا عملناه النهارده. واترككم في رعايه الله، ويا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش بالدعوه الحلوه الجميله بتاعتكم. احلى اخوات في الدنيا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.